السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أطلب منكم الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. صار لاعب مانشستر سيتي رياض محرز أولوية ريال مدريد في الميركاتو القادم، خاصة بعد إصابة رودريغو، وهذا حسب خوسي لويس سانشيز. في وقت كشفت مصادر إعلامية أن المدرب زين الدين زيدان قد أصر على التعاقد مع صاحب اليسرى الساحرة الذي يبصم على واحد من أحسن المواسم في البطولة الإنجليزية. كما يريد الرياض استغلال وضعية محرز كاحتياطي في أغلب المباريات لأجل خطفه، خاصة وأن بعض المحللين منهم رفيق صيفي كشف أن رياض محرز أكد له أنه غير مرتاح في فريق بيب غوارديولا الذي لا يشركه دائما في اللقاءات الحاسمة. هذه فرصة ذهبية للدول الجزائري لترك غوارديولا وعصابته في جحيم الاتحاد ستاديوم، واللعب تحت قيادة ذو الوصول الجزائرية زين الدين زيدان وارتداء القميص الملكي الذي يحلم به أغلب لاعبي كرة القدم على مستوى العالم. إن شاء الله يصدق هذا الخبر ونرى الساحر الجزائري يصل ويجول في الملاعب الليغا، وخاصة الملعب الأسطوري سانتياغو برنابيو إلى حين الانتهاء من أشغاله. ونحن بدورنا سنتابع القضية لحظة بلحظة، لذا ما عليكم إلا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.